بالذات في سؤال الديالوج لو لقيت الاجابه فيها يس او نو خلاص، وانت مغمض كده تعرف ان السؤال كان فيه ايه. اوله فعل مساعد، يس او نو، فعل مساعد. افعال المساعده اللي عندنا ايه؟ خليكم على قدكم كده. يا ام، يا از، يا ار، يا دو، يا داز، يا ديد. تاني، يا ام، يا از، يا ار، يا دو، يا داز، يا ديد. طبعا في هاز وهاف وقصص تانية، خلينا في دلوقتي في دول. الام والاز والار فيهم ميزه حلوه قوي، بيبقوا ظاهرين كده في الاجابه، كده ظاهرين موجودين، يقول لك احنا اهو. يا ام، يا از، ار، هي از، شي از، اي ام، يو ار. خلاص دي شفتها في الاجابه، خلاص بتاخدها تحطها في الاول تعمل بيها سؤال، خلاص كده. يعني هي از ا دكتور، يس هي از ا دكتور، يبقى كده ايوه هو دكتور. يبقى السؤال بادئ بايه يا شباب؟ بادئ فعل مساعد. اجيب الفعل المساعد ازاي؟ طب ما قال لك يس هي از، از اهي، از اهي، هي از ا دكتور. شيل الاز دي بقى حطها، از هي ا دكتور. خلاص كده. طب لو بقى مش شجاع كده وظاهر كده فعل مساعد وظاهر كده وشجاع، تعمل معاه ايه؟ خلاص اتصل بمين؟ بالجماعه التانيين اللي هم ما بيظهروش دول. يا الدو، يا الداز، يا الديد. يا الدو، يا الداز. طبعا الديد احنا عارفين اللي هو في الماضي، خلاص الجمله تحت زمان في الماضي، خلاص هتجيب الديد. خلاص تمام قوي، نبدا بالديد. طب لو الجمله مضارع، يا دو يا داز، حسب، هناخد يا دو يا داز. لو جمع، اي يو وي ذي، نبدا بالدو. لو صغنن، هي والشي والات، نبدا بالداز. فاهمين حاجه؟ تاني، هتشوف الاجابه طالما بدا بياس او نو، يبقى السؤال يبدا غصب عني وانا كفيف كده بايه؟ فعل مساعد. فعل المساعد احنا اللي يعني اللي انتوا لازم تعرفوهم دلوقتي، اللي هم كتير، لكن افعال المساعده اللي ايه؟ ام، يا ايز، يا ار، دو ودي وديد وداز وهاز وهاف كتير قوي. خلينا في دول دلوقتي. ام وايز وار واضحين جدا جدا، خلاص شفتهم في الجمله تحت واضحين. لكن الدو والداز والديد مش واضحين، لا مش ظاهرين. اجيبهم من ايه؟ من زمن الجمله. الجمله في الماضي اجيب الديد. تعالي يا ديد، كنت. مضارع، يا دو يا داز. في اليخت.